هل تعلم أن بر الوالدين هو من أعظم الأعمال في الإسلام؟ نعم، إنه أمر الله تعالى لنا. كيف نكون بارين بوالدينا؟ أولا، احترمهما وأطعهما في غير معصية الله. ثانيا، تحدث معهما بلطف وحنان. ثالثا، ساعدهما في أعمال المنزل وقضاء حوائجهما. رابعا، أدع لهما بالخير في حياتهما وبعد مماتهما. خامسا، صل أرحامهما وأكرم أصدقائهما. تذكر رضا الله من رضا الوالدين. لكن كيف تكون أفضل صديق لها؟ أولا، استمع إليها بانتباه، لا تحاول حل مشاكلها فورا، بل اسمعها وتفهم مشاعرها. ثانيا، شاركها اهتماماتك وأفكارك. الصداقة تبنى على الصراحة والثقة. ثالثا، افعل أشياء معا، اخرجا في مواعيد، مارسا هواية مشتركة، أو حتى اطبخا معا. رابعا، كن داعما لها في أحلامها وطموحاتها. خامسا، أظهر لها الحب والتقدير يوميا. كلمة لطيفة أو لمسة حنونة تصنع فارقا كبيرا. تذكر، الزواج الناجح يبنى على صداقة قوية، فكن أنت ذلك الصديق الذي تحتاجه زوجتك. فهل أنت بار بوالديك؟ فهل أنت أفضل صديق لزوجتك؟ ابدأ الآن واستجد البركة في حياتك.